فلامينجو البرازيلي بطل ليبرتادوريس، منافس النادي الاهلي في كأس العالم للأندية بعد ما النادي الاهلي خسر من ريال مدريد والفلامينجو خسر من الهلال. فمين هو فلامينجو البرازيلي؟ هتعرف كل حاجة عنه دلوقتي. اللايك والاشتراك وابدأ معايا. فلامينجو نادي صاحب 3 ليبرتادوريس و8 دوري و2 كاس. نادي برازيلي تأسس عام 1885. في تاريخ مشاركته في كأس العالم النادي حصل على الميدالية الفضية مرة واحدة بس. هي دي الجائزة الوحيدة اللي خدها، كانت أمام ليفربول في عام 2019 لما خسر 1-0 في النهائي. فلامينجو بيلعب فيه دلوقتي أرتورو فيدال وديفيد لويز، وأخطر لاعبيه اللي لازم نهتم بيه قوي هو بيدرو رأس الحربة. اللاعب اللي لعب في بطولة ليبرتادوريس الأخيرة 13 ماتش، سجل 12 هدف وصنع هدفين. وفي بطولة الدوري لعب 34 مباراة، سجل 24 هدف وصنع 3 أهداف. مباراة صعبة جدا وقوية جدا، ولكن نتمنى الفوز ان شاء الله للنادي الاهلي، والبرونزية الرابعة في تاريخ النادي والثالثة على التوالي ان شاء الله.